كشف الكاتب والسيناريست محمود حمدان مؤلف مسلسل حق عرب مرور بطل العمل النجم أحمد العوضي بأزمة صحية مفاجئة استدعت نقله لأحد المستشفيات، وقال دعواتكم لأخويا أحمد العوضي بالشفاء. أحمد ممنوع عنه الزيارات وهو محجوز في المستشفى لصعوبة حالته. وتفاعل الفنان أحمد العوضي مع الشائعات اللي بتقال من حين لآخر بشأن كواليس انفصاله عن الفنانة ياسمين عبد العزيز، وأعاد الفنان أحمد العوضي نشر فيديو به قصة من تأليف مروج الشائعات بشأن مطالبته بالعودة لياسمين عبد العزيز عبر حسابه على الفيسبوك، وعلق عليه بطريقة كوميدية وقال الفيديوهات اللي مضيع عليها الباقة. وتفاعل الجمهور مع منشور العوضي اللي ضحك واللي قال إن شاء الله ترجعوا لبعض، واللي قال والله هترجعوا قلبي حاسس بكده، واللي قال أنا مش عارف مين اللي حسدكم، والله أنا كنت لسه بتفرج على اللي ملوش كبير ومبهور بالأداء بتاعكم، ربنا يجمعكم تاني على خير يا رب. ومؤخرا استطاع النجم أحمد العوضي إن هو يحقق إيرادات جيدة بفيلمه الإسكندراني في أول بطولة سينمائية ليه، وفي الأسبوعين اللي فاتوا تخطى المنافسين ليه زي فيلم أبو نسب لمحمد إمام وياسمين صبري، وفيلم شماريخ لآسر ياسين وأمينة خليل. وجدير بالذكر إن الفنانة ياسمين عبد العزيز ملهاش أي رد فعل للآن بخصوص دخول العوضي المستشفى. ويذكر إن فيلم الإسكندراني تأليف أسامة أنور عكاشة، إخراج خالد يوسف، بطولة زينة بيومي فؤاد، محمود حافظ وحسين فهمي. وأخيرا بنتمنى له الشفاء العاجل وربنا يصلح الأحوال بينه وما بين ياسمين عبد العزيز. أشكركم حبايبي على حسن المتابعة، مع السلامة.